ثم نعود معكم في هذه الحلقة واللي غادي تكون بعنوان بداية مراسيم دفن الرئيس الجزائري بمنطقة القرقرات بالصحراء المغربية. ربما يكون عنوان هذه الحلقة شيئا ما غريب، ولكن فيه إشارات قوية التي تحاول المخابرات الجزائرية أن ترمي لها في جميع السيناريوهات اللي كاينة حاليا في الساحة. في هذه الحلقة غادي نجاوب على مجموعة من التساؤلات الخطيرة اللي كتطرح عند الرأي العام. ماذا يقع في الصحراء المغربية؟ أين هو الرئيس الجزائري الذي هو مختفي عن الأنظار في هذه الأثناء؟ غادي نجاوب لماذا الإعلام الجزائري يحاول شغل المواطن المقهور بأشياء ربما لا تنفعه في شيء، مثل قضية الصحراء المغربية اللي هو في الأصل بعيد عليها كل البعد. فاحنا اليوم قبل ما نتكلم على الرئيس الجزائري أين هو، ما هو السر وراء الاختفاء ديالو، هل تم اغتياله، ونتكلم على مجموعة من الأمور الخطيرة، خلينا نتكلم لماذا يحاول الإعلام الجزائري ترويج إلى مجموعة من الأمور اللي كما قلت لكم لا تفيد المواطن الجزائري في شيء، محاولة يعني خلق مجموعة من السيناريوهات الوهمية والأفلام الوهمية في هذه الأثناء لإلهاء الشعب الجزائري عن مجموعة ديال الحقوق ديالو، وكذلك أنها تنسي المواطنين ديال الجزائر كيف تم إهدار المال ديالهم لمدة سنوات من أجل دعم عصابات في محاولة لضرب استقرار ديال دولة اللي هي جارة. وفي النهاية هانتوما كتشوفون بعد السنوات ديال المحاولة ديال العصابة التي تحكم الجزائر هي الشيطان ديال البوليزاريو، باءت كل محاولات بالفشل. الآن الجزائر هي في واحد الموقف لا تحسد عليه، اللي أصبحت في مواجهة المجتمع الدولي. المنطقة ديال القرقرات أصبحت منطقة اللي هي خالية، المنطقة ديال الصحراء المغربية أصبحت منطقة معترف بها دوليا أنها منطقة تابعة للمغرب وتحت سيادة المغرب. أصبح معلوم عند المجتمع الدولي بأن الجزائر تشكل واحد طرف حقيقي في هذا النزاع، وتم ذكر الجزائر في مجموعة ديال التقارير الأمريكية على أساس أنها طرف حقيقي في هذا النزاع وماشي دولة فقط عندها موقف وتريد الحرية لواحد الشعب اللي كتقول عليه بأنه هو شعب اللي هو صحراوي. انتم كتشوفوا النهاية ديال هذه السيناريوهات وهذه الأفلام اللي كانت كتوقع في الصحراء المغربية، واللي كان الشيطان ديالها الأكبر هو الجزائر البوليزاريو. كل محاولة بأت بالفشل. الآن الجزائر هي في واحد الموقف اللي لا تحسد عليه، كل الدول أصبحت ضد الجزائر، وانتم كتشوفوا مجموعة ديال الأحداث اللي وقعت مؤخرا، حتى أن دولة الإمارات هي قامت بمنع المواطنين الجزائر من زيارة الأراضي ديالها. جميع الدول الكبرى والدول العظمى أصبحت تساند المغرب بما فيها الإمارات. مجموعة ديال الدول فتحات قنصليات في الصحراء المغربية، وهذا عنده دلالات اللي هي كبيرة جدا. فهنا كيتبين التفوق ديال الدبلوماسية المغربية والفشل الذريع اللي كتعاني منه الدبلوماسية الجزائرية في هذه الأثناء، لتبين أن العالم كله أصبح ضد الجزائر والدول العظمى أصبحت في جانب المغرب، وهذا أصبح واضح حاليا على الساحة. الشيء اللي خلى الجزائر حاليا تعاني من واحد الأزمة من جميع النواحي. عندها أزمة اقتصادية، كاين أزمة دبلوماسية، كاين حاليا المشكل ديال الرئيس الجزائري تبولي ومختفي عن الأنظار، الكل يتساءل أين هو الرئيس. وكاين مجموعة ديال المشاكل اللي كتخلي المخابرات الجزائرية حاليا كتخلق مجموعة ديال السيناريوهات الكبيرة وبعناوين اللي هي عريضة في محاولة أنها تغطي كيف ما كنقولوا حنايا الشمس بالغربال، وتنسي المواطنين الجزائريين في المواضيع اللي هي صلب الحقيقة واللي هي خصها تكون المطلب الحقيقي ديال المواطنين الجزائريين. حنا الأول شيء الإخوة الكرام غادي نتكلموا على الرئيس الجزائري المختفي في هذه الأثناء. حينما نتكلم عن الجزائر فإحنا ما كنتكلموش بالأحرى عن دولة، وهذا كل الجزائريين فهم يعلمون هذه الأمور. كنتكلموا على دولة اللي كتحكمها العصابات، يعني ماشي دولة ديال المؤسسات. كنشوفوا شنو كان وقع بالأمس القريب للرئيس بوتفليقة، اللي كان الكل يتكلم على أن المومياء تحكم الجزائر. يعني الرئيس هو فقط يعني عبارة عن منشر لابد منه. كتقوم العصابات اللي كتحكم الجزائر بالتوظيف ديالو حينما شاءت، وكتقوم بالتنحية ديالو حينما شاءت. حنا شفنا الوعكة الصحية اللي كان طاح فيها الرئيس بوتفليقة في ظروف اللي هي غامضة. هل تم تسميمه؟ شنو وقع له بالضبط؟ يعني بقى لي سنوات وهو غائب عن الساحة، غير موجود على شكل مومياء، غير متواجد. في كثير من التساؤلات عند المواطنين الجزائريين بدون إجابة. حاليا نفس السيناريو كيوقع على الرئيس الجزائري الذي اختفى يعني في ظروف اللي هي غامضة، وكيقول لك أنه أصيب بالكوفيد وتم نقله إلى مستشفى بألمانيا لتلقي العلاج. وهنا يعني راه الغياب ديالو طالع على مده ديال شهر. الان راه حنا كنتجاوزوا المده ديال شهر ومازال الغياب ديالو ما كاين حتى شي معلومات عن الحاله الصحيه ديالو، هل تحسنت، هل تدهورت، ما كاين حتى شي معلومات. عكس مجموعه ديال الرؤساء عبر العالم، كنتكلموا على دونالد ترامب، كنتكلموا على مجموعه من الرؤساء الكبار جدا اللي اصابهم الكوفيد بالفعل، وشفنا بان كانت
يعني بيان اللي كيخرج كل مرة للشعب وكيوضح الحالة الصحية ديال الرئيس، عكس ما تقوم به الجزائر، واللي كيبين أن هناك يعني كثير من علامات الاستفهام، وأن هناك أشياء غريبة اللي كتوقع في هذا الملف بالضبط. هل تم اغتيال الرئيس؟ هل تم تسميم الرئيس؟ هل تم إبعاد الرئيس لواحد المدة معينة من أجل أن ربما هذه العصابة تحكم الجزائر في الهدوء وأنها تدير ما بغات في الجزائر؟ لأن الفترة اللي كتدوز فيها الجزائر هي من أصعب الفترات اللي كتعرفها البلاد بكل بساطة. هناك مجموعة من المشاكل اللي كيعاني منها المواطن الجزائري، واللي كتعاني منها الدولة الجزائرية، واللي غادي نتكلموا عليها، واللي في آخر المطاف غادي نكتشفوا لماذا الإعلام الجزائري ويحاول أن يكتب بالعناوين العريضة ويعطي ربما معلومات اللي هي وهمية عن ما يقع في الصحراء المغربية، وهي أشياء اللي هي غير موجودة، فقط لإلهاء ولتضخيم الأمور عند المواطن الجزائري. ولأن كنطالب اليوم، أطالب من المواطن الجزائري أنك تنتفض في وجه هؤلاء وتطلب منهم أنهم يتكلموا على الحقيقة في عوض الإعلام الكاذب على المواطنين الجزائريين. هنا كنتكلموا الإخوة الكرام على أزمة اقتصادية حقيقية اللي كتضرب الجزائر في هذه الأثناء، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة عند الجزائر. هنا كنتكلموا الإخوة الكرام على انخفاض في الدينار الجزائري اللي أصبحت لا قيمة له في السوق الاقتصادية، كاين واحد الانخفاض اللي هو مهول. هنا كنتكلموا على ارتفاع ديال التضخم، يعني مجموعة ديال الديون اللي غادي تستدعي الجزائر. كنتكلموا على انخفاض اللي هو مهول في العائدة ديال النفط، وارتفاع اللي هو كبير في النسبة ديال البطالة، وكل هذه الأشياء اللي هي واقعة. وكتلقى بأن الإعلام الجزائري هو منشغل بأشياء أخرى، وحنا غنتكلموا لماذا الإعلام الجزائري ينشغل بهذه الأمور الأخرى. احنا اليوم كنتكلموا على الأزمة وانخفاض في العائدة ديال النفط، واللي أنتم تعلمون أن الجزائر هي دولة غنية يعني بالثروات البترولية ديالها والغاز الطبيعي ومجموعة ديال الأمور اللي في آخر المطاف هذه العائدات هذه كلها يعني ما كتمشيش للمواطن الجزائري، وإنما كتمشي لدعم العصابات اللي كتحاول الضرب في الوحدة الترابية ديال المغرب وإلى أشخاص آخرين، في عوض أنها تمشي للمواطن الجزائري. اللي اليوم كنشوفوا الإخوة الكرام بأن هناك يعني صراع حول الخبز في الجزائر، يعني أوضاع اللي لا يمكن تخيلها. إلى المغرب الحمد لله مع مروص هذه الأوضاع اليوم كنلقاو بأن هناك ناس كتقاتل في الجزائر على قبل الخبز، على قبل الخبز شي كيقتل شي، الناس كتضارب يعني شادة الصف فقط على الماء وعلى الخبز. يعني أوضاع اللي هي جد مزرية، في حين أن الجزائر هي غنية بالثروات ديالها، غنية بالغاز الطبيعي، غنية بالبترول، وغنية بكثير من الأشياء اللي في آخر المطاف العائدات ديال كل هاد الثروات يتم توجيهها لدعم البوليزاريو ودعم عصابات، وما كتمشيش للمواطن الجزائري المقهور. لهذا كنطالب انا من المواطن الجزائري فيما بانت لك هذه المعلومات او لا جرائد ربما تكتب يعني في هذا الاتجاه، فيجب ان تعلم بان هؤلاء هم من يسرقون الاموال والثروات الحقيقيه ديال الشعب، وكيجيبوا يلهوك باشياء اللي لا منفعه لك بها. بل أكثر من ذلك أن الجزائر حاليا كتدخل واحد الأزمة اقتصادية اللي هي خطيرة، واللي كتحاول أنها تلتجأ لصندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض، واللي الشيء اللي كيخلي أن الجزائر حاليا غارقة في الديون، واللي صندوق النقد الدولي كيقول بأن سيكون هناك انكماش في الاقتصاد الوطني ديال الجزائر بنسبة 5.2%، وهو أعلى عجز في المنطقة اللي غادي تكون هي الجزائر. كل هذه الأحداث التي تقع، سواء الأزمة الاقتصادية اللي هي خانقة اللي كتضرب الجزائر، سواء الناس اللي كتقاتل فقط على أبسط الحقوق ديالها اللي هما الخبز والماء، والناس شي كتقتل شي. هذا الشيء بلا ما نتكلموا على مجموعة من الاعتقالات اللي كتكون من حين لآخر ديال الناس اللي كيتم اعتقالهم سياسيا. ما يجيش شي واحد يقول لي راه حتى في المغرب كاين اعتقالات، في المغرب كاين اعتقالات ولكن ربما استثناءات. كنسمعوا اعتقال واحد ربما إذا وصل الشخص لواحد المرتبة عليا، لأن في المغرب عندنا الحمد لله ناس اللي هي كتكلم وكتنتفض على السياسة ولكن لا يتم اعتقالها، على العكس ما يقع في الجزائر. فقط إذا تكلمتي، إذا ما أردت البداية في التكلم يتم اعتقالك مباشرة. فهناك واحد الانتهاك اللي هو حقيقي في المسألة ديال حقوق الإنسان في الجزائر، الشيء اللي تم ذكره يعني في البرلمان الأوروبي، وقام يعني الرئيس الجزائري بالرد عليه بواحد الطريقة اللي كانت جد مضحكة. يعني في ظل كل هذه الأمور، اعتقالات اللي هي سياسية، أزمة اقتصادية اللي هي خانقة، تبذير المال العام يعني في أشياء اللي ربما لا تنفع المواطن الجزائري، محاولة توجيه الإعلام في واحد الاتجاه اللي هو ربما خلق السيناريوهات اللي هي وهمية. اللي اليوم غادي نتكلموا على ما هي السيناريوهات اللي كيحاول
الإعلام أو المخابرات الجزائرية خلقوها من أجل المسألة ديال ربح الوقت. وهنا غادي نتكلم للجزائريين عن ماذا أقصد بالمسألة ديال ربح الوقت، لأن النظام الجزائري حاليا يحاول ربح الوقت. كل 24 ساعة غادي تلاحظوا خلق سيناريو من السيناريوهات المعروفة عنده، وكل هذه السيناريوهات لا علاقة لها بأرض الواقع، وسأتكلم معكم في هذه الحلقة بالدلائل. أول شيء إذا ما لاحظتوا كنمشيو للإعلام الجزائري كنلقاو بأن سواء القنوات التلفزيونية سواء القنوات ديال اليوتيوب كيحاولوا دائما أن تكون عندهم خرجات استفزازية للمغرب في محاولة لإثارة الرأي العام الجزائري. وهنا نذكركم بواحد الخرجة اللي الكل يعرفها سواء مغاربة سواء جزائريين. هنا كنتكلموا على ديك الخرجة اللي كانت من جوج ديال الصحفيين اللي كيقولوا بأنهم يستطيعون الوصول إلى الرباط في ظرف ديال 10 ساعات، وسولوا الصحفي هل من الممكن ذلك يعني لوجستيكيا وعسكريا، واش كاينه هذه الامكانيه هذه؟ وكانت ذلك فقط من خلق بروباغندا لا علاقه لها بارض الواقع ولا بالواقع الذي يعيشه الجزائر، سواء اقتصاديا سواء عسكريا سواء دبلوماسيا، كيف ما بغيتي لا يمكن الجزائر القيام بذلك. ولكن كان الهدف الحقيقي من تلك الخرجات وهو أن هناك أوضاع اللي هي جد مزرية اللي كتعيشها الجزائر، سواء كما قلت لكم سياسيا أو لا اقتصاديا أو لا دبلوماسيا. وكنشوفوا حتى الرئيس الجزائري حاليا اللي هو تحت رحمة المخابرات الجزائرية، هل تم تسميمه؟ هل تم اغتياله؟ يعني كاين كثير من المعطيات في هذا الباب. السيد بعيدة، يعني المسألة ديال الفرضية ديال أنه مريض بالكوفيد فقط، هذه فرضية اللي هي مستبعدة، لأن أعطيتكم بالدليل أن أي رئيس حول العالم حينما كيكون مريض بالكوفيد يتم تتبع الحالة ديالو من طرف المواطنين عن طريق بيانات التي يتم إصدارها بطريقة رسمية من طرف الحكومة. هذه المسألة اللي كانت غائبة تماما عند الحكومة الجزائرية اللي كتبين أن في الأمر وتم إبعاد الرئيس الجزائري في واحد الوقت اللي هو مضبوط جدا حينما عاشت الجزائر اختلالات من جميع النواحي وعاشت الجزائر تقلبات من جميع الزوايا. كنشوفوا مجموعة ديال الدول التي تتجه عكس الجزائر، مجموعة ديال الدول اللي كتغلق الحدود ديالها في وجه المواطنين الجزائريين. تم إبعاد الرئيس الجزائري من أجل أن هذه العصابة تدير ما بغات وتاخذ قرارات اللي ربما ستكون بلا شك ضد المصالح ديال المواطن الجزائري. ففي كل هذه الظروف اللي كنتكلموا عليها كما قلت لكم اقتصاديا أو سياسيا، كل الظروف يتم استغلال من طرف العصابة الجزائرية التي تحكم الجزائر، واللي هم ماشي الجزائريين في آخر المطاف، عبارة عن لقطاء، يعني ماشي أصلهم جزائري، لأن الجزائري في الأصل دياله فهو يحب الخير لأخيه المغربي. هؤلاء هم أبناء فرنسا اللي خلتهم فرنسا مستعمرين الجزائر وينهبوا كيسرقوا المال العام ديال المواطنين الجزائريين ويتم ضخه وتوجيهه في غير محله. فهم كيحاولوا حاليا يستغلوا الملف ديال الصحراء المغربية لإلهاء الرأي العام الجزائري. وكتشوفوا يوم يعني كل 24 ساعة يتم خلق سيناريو جديد عن السيناريو اللي تم خلقه في 24 ساعة اللي سابقة. كنتكلموا بأن كاين مجموعه ديال الاعلاميين اللي كيخرج كيقول لك اودي راه هناك اعلان الحرب في الصحراء المغربيه، هناك اعلان لغلق المجال الصحراوي، الجيش الصحراوي. هنا كنتكلموا على البوليزاريو كيقول لك عنده الصواريخ اللي هي بعيده المدى واللي ممكن انها توصل الى مدينه اكادير واللي ممكن انها توصل الى مدينه الرباط. وهنا هذه المساله يعني هي واضحة كل وضوح، هي من أجل إخافة المواطن الجزائري، ويقولوا له لا تسأل عن شيء، نحن في حالة حرب. لا تسأل عن شيء، لا تسأل عن الرئيس الجزائري، لا تسأل عن الحقوق ديالك، لا تسأل عن أشياء كثيرة، فنحن في حالة أهب قصوى ونحن في حالة ديال الطوارئ، فلا تسأل عن الحقوق ديالك ولا تسأل عن مجموعة ديال الهفوات والخروقات اللي كيقوم بها النظام الجزائري، واللي كان أكبرها هذه المسألة الأخيرة اللي كتب على الإعلام الجزائري بكثرة، وهي الصفقة ديال أن الجزائر قامت باقتناء طائرات سو 57 بقيمة 2 مليار ديال الدولار. يعني الجزائر غادي تشري تقريبا 14 طائرة من الجيل الخامس سو 57 بقيمة 2 مليار ديال الدولار. دابا بالله عليكم، واش الدولة اللي هي غارقة في الديون واللي صندوق النقد الدولي كيقول لها بأنك في حالة ديال أن هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة ديال 5.2%، وبأن الجزائر هي اللي غادي تعاني من أكبر عجز في المنطقة، غادي تقوم بإهدار 2 مليار ديال الدولار في 14 طائرة التي ما غادي تنفع ولا تضر المواطنين الجزائريين بشيء، يعني فقط سيتم إهدار ذلك المال يعني في هذه الأشياء هذه في سكوت تام للمواطنين الجزائريين. والإعلام يتكلم في مثل هذه الأمور في حين آخر أن الجزائر تتجه نحو الانهيار
الاقتصادي. وهنا كل هذه العناوين اللي كيقوموا بها سواء شراء طائرات، والمقصود منها هو أنهم يبينوا الناس بأن نحن في حالة حرب فلا تسألوا عن حقوقكم. وأنا هنا كنطالب المواطنين الجزائريين بعدم السكوت عن مثل هذه الأمور والتساؤل أول شيء عن أين هو الرئيس، أين تذهب أموال الجزائر، أين تذهب ثروات البترول والغاز الطبيعي، بينما السؤال الأكبر واللي كيبقى من يحكم الجزائر. هذا هو السؤال اللي كنظن اليوم الجزائريين خصهم يسولوا هذا السؤال هذا، خصوصا أنه إذا تم معرفة أنه تم اغتيال الرئيس الجزائري تحت ذريعة الكوفيد، أنه تم اغتياله أو تم تسميمه، وفي آخر المطاف أنا كنقول هذا يجب أن يكون درسا بعد واقعة بوتفليقة. وانتم ما شفتوش شنو وقع على رئيس بوتفليقة الرئيس السابق، كيف كان مومياء وكان في مقام أنه رئيس الجزائر. اليوم كنشوفوا رئيس تم إجلاؤه عن الجزائر، تم ترحيله عن الجزائر وباقي في مقام رئيس، وما وقع له فهو يعلمه الله. اليوم الجزائريين خصهم يتساءلوا من هي العصابة، من هم الأفراد، لأن الجزائر ممكن أنها يوقع فيها واحد التحول اللي هو حقيقي إذا ما تم معرفة الأشخاص اللي كيحكموا الجزائر وتم الإشارة إليهم بالأصابع. واليوم صراحة حل الوقت أنهم يقولوا كفى للإعلام الكاذب اللي كيحاول أنه يدير بروباغاندات باش يحاول يربح الوقت للعصابة التي تحكم الجزائر، لكل مرة كذبة في محاولة الاستفزاز ومحاولة لهز الشعور ديال المواطن الجزائري، ويبينوا له أننا نحن في حالة ديال تأهب قصوى باش هكذا ما يسألش على الحقوق ديالو. في كل يوم كذبة في محاولة أنهم يبينوا بأن هناك حالة ديال حرب في الصحراء المغربية، والصحراء المغربية الحمد لله هي سالمة في هدوء كبير جدا. والدليل على ذلك راكم شفتوا مجموعة ديال المسؤولين أو رؤساء الأحزاب هنا بالمغرب قاموا بالزيارات ديال معبر القرقرات بالصحراء المغربية، الشيء اللي كيبين بواحد الرسالة اللي هي واضحة للمواطنين الجزائريين أن كل شيء داك الشيء اللي كيقولوا لكم فهو كاذب. ففي تلك المنطقة هناك أمن، هناك أمان، وهناك هدوء، ما كاين حتى شي حاجة من ديك المسائل اللي كيقولوا لكم الكاذبة. وآخر سيناريو قالوا شنو هو أن المخابرات المغربية تحاول بطريقة أو بأخرى اغتيال مجموعة من الأشخاص اللي كاينين في أوروبا واللي كاينين في مناطق أخرى، وهكذا حتى يتم إلقاء اللوم على المخابرات الجزائرية هي اللي قتلتهم. المخابرات المغربية تحاول توريط المخابرات الجزائرية عن طريق اغتيال النشطاء السياسيين في الجزائر اللي كاينين خارج أرض الوطن. كل يوم سيناريو، كل يوم يعقدون الأمور أكثر مما هو معقد في الجزائر، وأكثر أن الأزمة هي متفحلة في الجزائر، هكذا باش أنهم يحاولوا يربحوا الوقت ويشوفوا ما هي الحلول الترقيعية. واللي أنا كنقول اليوم إذا ما استمر السكوت ديال المواطن الجزائري فالجزائر هي متجهة نحو الانهيار، وغادي نشوفوا ارتفاع في المجاعة وتقاتل على الخبز وتقاتل على المياه إذا ما استمر هذا السكوت لأيام اللي هي طويلة. أما بخصوص البوليزاريو فاحنا شفنا الموقف ديالهم سواء في معبر القرقرات اللي بينوا أنهم قطاع الطرق، اللي بينوا أنهم عصابات، اللي بينوا بأنهم ماشي شعب الذي يستاهل أنه يحكم راسه براسه أو لا شيء من هذا القبيل. شفنا شنو داروا في مدينة باريس حينما كانت مظاهرات ديال المواطنين المغاربة، وكانت مظاهرات اللي مرخصة، قاموا بالتهجم عليهم بالعصي. وانتم شفتوا ديك المقاطع على موقع ديال شوف تيفي وعلى مجموعة ديال الجرائد. البوليزاريو كتقوم بالتهجم على المغاربة بالعصي وبمجموعة ديال الأسلحة البيضاء اللي كيبين في آخر المطاف أنهم قطاع طرق، واللي كيزيدوا يوم بعد يوم كيبينوا الصورة الحقيقية ديالهم المجتمع الدولي. الى هنا الحين كنقول لكم الاخوه الكرام ما سخيتش بكم، ما تنساوش لايك لهذا الفيديو، خليوا لي تعليق شنو راي ديالكم في المساله، ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.